استنى رايح فين؟ تعالى، ده اهم مركز بعد رحيل الفدائي وسام ابو علي. النادي الاهلي هيلاعب مين فيرود بعد ما كمان يتمم صفقة لعيب تالت ان شاء الله. احنا حاليا عندنا جراديشار ومحمد شريف. وجهة نظرك جراديشار يبقى الفيرود الاساسي للنادي الاهلي ولا محمد شريف؟ من وجهة نظري الشخصية ان محمد شريف هيحجز مكان اساسي للنادي الاهلي، ان محمد شريف عنده ميزة كبيرة جدا وجراديشار عنده مزايا كتيرة جدا. بس انا هكلمك ان محمد شريف وهو اميز ما فيه ان هو محمد شريف بيفنش حلو جدا قدام الجون. محمد شريف من الناس اللي بتقدر تستغل الكوره. محمد شريف يعني لو جاله 5 كور من في منطقه الجزاء ممكن يسجل 3 اهداف منهم. دي نسبه كبيره جدا لمحمد شريف. فانما محمد شريف يعيبه ان هو مش مركزه الرئيسي يا جماعه فيرود. احنا اصطنعنا محمد شريف فيرود، راجل ادى فيها وخد فيها هداف الدوري وتالق مع النادي الاهلي في الحته دي. بس هو كان بيلعب تحت الفيرود ساعه ما جبناه تقريبا من انبي على ما اعتقد. فمحمد شريف هو الفيرود الاساسي للنادي الاهلي السيزون الجاي، وجراديشار هيبقى رقم 2. ده في ظل لو ما تعاقدناش مع مصطفى محمد او اي فيرود تقيل صفقه النادي الاهلي القادمه. اما جراديشار بقى هكلمك عنه بسرعه. لعيب مميز جدا، هيدرز كويس جدا، بيلعب براسه كويس جدا. طبعا مختلف جدا عن وسام ابو علي. طبعا وسام حاجه فذه وجات الدوري المصري، بالدليل ان هو الراجل ما لحقش يقعد سنه ونص وتوكل على الله. ان هو اعلى من الدوري المصري واعلى من الليفل الافريقي بمنتهى الصراحه. رغم ان انا واحد من الناس زعلان على رحيل وسام ابو علي، وتتمنى اداره النادي الاهلي يبقى ليها تدخل في قصه وسام دي. بدل بيعه كنت اتمنى النادي الاهلي يعاقب وسام ابو علي وان هو يقعده سنه كمان، حتى لو هيجيب مبلغ بعد كده اقل من ده، بس عشان مش كل لعيب هيجيب لنا رقم ويقول لنا انا عندي عرض وعندي بتاع فهو عقده لسه فيه فيطلع ويبتز النادي ويقول مش جاي التمرين ومش جاي ومش جاي ومش جاي. نمره حلوه كبيره جدا ان النادي الاهلي يجبره على الاعتذار، وانا واثق من دي ان النادي الاهلي اجبره ان يطلع يعمل فيديو اعتذار عشان يوافق له على الرحيل. فجراديشار بس عشان ما نهربش، خلاص الدنماركي راح للاسف واتكل على الله. خلينا في جراديشار. الراجل بيلعب بوش رجله الخارجي حاجه كده من ريحه محمد ابو تريكه. الراجل بيلعب بوش رجل عالمي كلنا شفناه في كذا كوره. كان هدف بن شرقي في الزمالك كان برضو هو متسبب فيه، وتسبب قبل كده برضو في هدف مش متذكره دلوقتي، بس ان هو كان